تعالوا بينا النهاردة نعرف تسبيكة الصلصة وازاي ان احنا نتخلص من المية الزايدة بتاعتها بكل بساطة، وتنفعك لما يكون الطماطم غالية. ازاي تعملي كمية منها وتشيلها في الفريزر. عندك اهي متصلصلة وعندك الطماطم اهي، بتجيبي بقى الكمية اللي انت عايزاها. انا جبت كمية بس صغيرة عشان اوريك الطريقة، لكن انت بتجيبي بقى كمية كبيرة عشان تخزنيها. واعملي بنفس الطريقة دي. بنجيبها وبنروح غسلينها كويس ومنضفينها، وبتشيل بس الجزء الفوقاني بتاعها اللي هو ناحيه العنقود ده وبترميه. وبعد كده بتقطعيها وتحطيها بقى لا اما في الخلاط او اللي عايزه تضربيها بالهاند بلندر براحتك، بس عايزه تتضرب كويس جدا ويا ريت تضربيها احسن في الخلاط. بس اهم حاجه زي ما انتم شايفين انا ما حطيتش نقطه ميه، لان انا مش عايزه فيها ميه، انا عايزه اتخلص من الميه بتاعتها، مش ان انا احط لها ميه. بفضل اضرب شويه بشويه لغايه لما هي تنزل الميه بتاعتها، وبعد كده بتتضرب كويس جدا. وبعد ما تخلصي الكميه بتاعتك اللي هتعمليها، تجيبي بقى حله وتروحي حاطه فيها العصير الطماطم اللي عصرتيه دوت فيها، وتحطيها على البوتاجاز. هو بس خلي بالكم عشان هي بتنطور لما بتيجي تغلي، وتوطي عليها خالص. ممكن تغطيها عشان بس الفقاعات اللي بتطلع. بس اهم حاجه بعد يعني كل شويه تبصي عليها وتقلبيها زي ما انتم شايفين كده من الجوانب، علشان تنزلي الطماطم من على الجناب كده بالظبط كويس، لغايه لما بتسيبيها، لغايه لما بتلاقيها ابتدت عماله تقل. هي طبعا لما بتعري الغطا بتفقدي طبعا الميه كمان والبخار، بس طبعا علشان بتبهدل الدنيا انا بغطيها وبسيبها تعيش حياتها لغايه لما اشوف انها خلاص ابتدت تبقى مفيش خالص، وبقت خلاص قربت يعني بتتسبك زي ما معنى اصح. وبعد بصوا عماله اقلب فيها من الجناب ازاي، واي بواقي من على الجنب بنزلها واحطها تاني على البوتاجاز. بصوا شايفين، بصوا نقصت ازاي، وبصي بتقربي زي تنشف. بس كده انا مش عايزه غير كده. بعد كده بقى بتجيبي مصفى عندك، طبعا نشوف الكميه هتحتاج كذا مصفى ولا مصفى واحده، وبتروحي نازله بقى بالطماطم ديت المتسبكه علشان تصفي بقى. هوريكم بقى الميه، يعني انا كنت الاول بشيلها كده في الفريزر في اكياس وخلاص واقول اتسبكت، لا طلع انها فيها ميه زايده. حتى بعد ما فقدنا الميه منها من على البوتاجاز، بصوا المنظر هوريكم، بصوا لسه فيها ميه. الحركه دي نزلت لي كل الميه اللي في قلب الطماطم. وبصوا بس كده طبعا مش محتاجاها، انا هرميها. وتفضلي برضو سايباها شويه، نص ساعه ساعه، لغايه لما تخلصي من كل الميه نهائي، وتبقى صلصه الطماطم بيور، وتحسي انها تقيله كده. لما تيجي تحطيها على الخضار وانت بتسبكيه، هي اصلا مش هتنزل لا ميه، وهتبقى تقيله زي الصلصه بالظبط، يمكن كمان ما تحتاجيش صلصه. بصوا المنظر عامل ازاي، بس كده. وفي خلي بالكم كمان في ناس بترجعها تاني على البوتاجاز، بتقلبها تقليبتين مع معلقتين صلصه وتفرزها على كده وقت الاستخدام. لكن انا هستكفي كده وهكيسها بقى على قد الاكله اللي انا هحتاجها فيها بس، وبكل سهوله تقدري تخزنيها من السنه للسنه ومفيش اي مشاكل منها. وطبعا بيجي علينا وقت زي ما قلت لكم ان الصلصه بتبقى الطماطم بتبقى غاليه، فطبعا بيبقى محتاجين ان احنا نشيل كميه يعني كويسه في الفريزر. وطبعا انت بتحطيها في الاكياس، واهم حاجه تبططي الكيس علشان ما وتخرجي منه الهواء على قد ما تقدري، علشان ما ياخدش كمان مساحه عندك، وتقدري تحطي كذا كيس وهينفعك. بلاش برطمانات، لان البرطمانات بتاخد مكان بصراحه. البرطمان ده لو انت هتحطيه في التلاجة وتحطي عليه حبه زيت كده وتحطيه في التلاجة لغايه لما تخلصي، وبرده ما تطوليش عليها. ادي كده صلصتنا بتسبيكتها بشناها وبالجمال دوت. انت كمان اعمليها وهتستسهليها على طول، مش هتاخد منك وقت. لو عجبك الفيديو ما تنسيليش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. باي باي.